السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الخاص باللوائح الخاصة بمباريات الشفوي. الآن سنتكلم عن جهة فاس مكناس. وأخيرا الأكاديمية نشرت اللوائح الخاصة بالمدعوين لمباراة الشفوي، وكذلك أماكن أو مراكز هذا الاختبار إن شاء الله. مهم غادي تلقاو الرابط ديال هاد اللوائح هذا بصندوق الوصف، وأتمنى للجميع إن شاء الله كل التوفيق. ولا تنسوا بطبيعة الحال كما ذكرت في جميع الفيديوهات لابد من أخذ كل الوثائق، سواء الإجازة أو البطاقة الوطنية، ثم وصل الترشيح، ثم الالتزام بطبيعة الحال مصادق عليه كما تم ذلك في الموقع الرسمي بعد إيداع ملف الترشيح. يجب أولا أخذ الوثائق الرسمية، بطبيعة الحال تكون نسخ بحال الإجازة، تكون النسخة ديالها ربما إلا تقبلتي تماك تخليهم تماك، ربما يطلبوك أنك تخلي الملف كامل يعني. وبما أنك غتوريهم سي النسخة لابد أنك توريهم شهادة الإجازة باش تثبت لهم الدليل أن شهادة الإجازة ديالك، كيف ما كنديروا إلا مشينا مثلا مقاطعة وبغيتي تيغاليزي شهادة الإجازة أو ولو غير البطاقة الوطنية، كيطلبوا منك الأصلية بطبيعة الحال أنك توريها كدليل أنك كتوفر على هذيك البطاقة أو كتوفر على هذيك الشهادة. لهذا ولكي تتجنبوا كل انواع المفاجآت، ها انتم كتشوفوا سي التاخير، كذا عندكم الشفوي كاين اللي عنده من غدا في الصباح، كاين اللي عنده غدا في العشيه. المهم لتجنب كل انواع المفاجآت لابد من اخذ هذه الوثائق الرسميه وايضا النسخ، واتمنى لكم كل التوفيق. تحياتي.